سلام الله عليكم يا رجال. هل يعقل إن أنا أعيش يتيم أنا وأمي وخواتي وإخوتي لحتى أكبر وأطالب بورثي من بعد أبي يقولوا لي ما لكش لأنه أبوك مات قبل جدك؟ هل يعقل إن الإسلام ظالم إلى هذا الحد؟ هل يعقل إن الإسلام يظلم المسلم إلى هذا الحد؟ طبعا هذا في اليمن خاصة، إذا مات أبوك وأنت صغير قبل جدك قالوا لك ما لك ورث، هذه هي الجريمة. يعني يتقاسموا عمومك وانت مالكش لأنه أبوك مات قبل جدك، وانت تعيش أنت وأمك وخواتك، بل فقر واليتم الاثنين. هل يعقل أن الإسلام ظالم إلى هذا الحد؟ هذه نصيحة أو رسالة أوجهها إلى القاضي وإلى المحامي وإلى كل مسلم وإلى كل معتمر وحاج. هل الإسلام هو ظالم إلى هذا الحد؟ هل هو هذا الإسلام الذي نزل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البشرية؟ أتمنى أن تجيبوا لي على هذا السؤال. يعني أنا أعيش أنا وأمي وخواتي وإخوتي بدون ورث نهائيا لأنه أبي مات قبل جدي. هل هذا نزل في القرآن الكريم؟ هل نزل في الأحاديث النبوية؟ هل جاء به القرآن؟ هل جاء به الإسلام؟ من الذي سناه داخل اليمن؟ أتمنى أن الرسالة هذه توصل. هل هو هذا الإسلام الظالم المتجبر علينا؟ أم من الذي فرض علينا؟ لا يوجد في القرآن ولا يوجد في الكتاب ولا يوجد في السنة. أتمنى أن الرسالة دي توصل إلى القاضي وإلى المحامي وإلى كل من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. تحياتي لكم.